السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الدجاج يأكل في المنام. عندما تشاهد أن الفراخ أو الدجاج تأكل في حلمك فهي ترمز إلى الراحة والسعادة، فالدجاج تعتبر رمز للطعام اللذيذ والشهي، فبالتالي رؤية أكل الدجاج تكون إشارة إلى الاستمتاع بالحياة والتمتع بالأشياء الجميلة. وإذا شاهدت أن الدجاج يأكل أمام عينك وفي منزلك فهو يدل على الحصول على الأموال الكثيرة في الفترة المقبلة. فعندما تشاهد أن الدجاج يأكل في المنام يعني أن هناك خيرا يأتي إلى الحالم، فيمكن أن يكون تحقيق أحلامه التي كانت متوقفة لبعض الوقت، كما أن طموحاته ستزدهر ويصل إلى جزء كبير من أحلامه. رؤية الدجاج يأكل العلف في المنام يشير إلى الخير القادم إليك من شخصية ذات مكانة مرموقة، فالمنام يبشر بالزواج للعزباء ويبشر للمتزوج والمتزوجة بالخير الوفير والراحة النفسية. فرؤية الدجاج يأكل في المنام بوجه عام يدل على الخصوبة ويدل على الذرية ويدل على الرزق ويدل على الفرج ويدل على المال. فرؤية الدجاج يأكل في المنام تدل على كل خير قادم إليك، سواء كنت رجل أو امرأة أو أيا كانت حالتك الاجتماعية، متزوج أو أعزب، فرؤية مبشرة للغاية. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.